عمرك سألت نفسك ليه أول ما نتعب جسمنا بيسخن وحاسس إنك جسمك كله متكسر ومش قادر تقوم؟ تعال أقولك الحقيقة بكل بساطة. أول حاجة لازم تعرفها إن السخونية مش بتيجي كده وخلاص، لأ، دي غالبا علامة إن جسمك بدأ يدخل في حرب. أيوة، حرب حقيقية بتحصل جوه جسمك بس انت مش شايفها. اول ما فيروس او ميكروب يدخل في جسمك، جسمك يحس ان في حاجة غريبة دخلت جوه جسمك، يقوم مطلع الانذار ويبدأ يبعت خلايا المناعة تحارب الحاجة دي. طيب ليه بقى الحرارة بتعلى؟ عشان الميكروبات ديت بتحب تعيش في درجة حرارة جسمك الطبيعية، فجسمك هنا يقوم عامل حركة ذكية جدا، يقوم معليلك درجة حرارة جسمك شوية. ليه بقى جسمك بيعمل كده؟ عشان يخلي المكان صعب على الميكروب ويضعفه. يعني جسمك حرفيا بيقول للفيروس انت دخلت المكان الغلط يا حبيبي. عشان كده كل ما جسمك يسخن تحس انك تعبان ومهلوك، عشان جسمك بيستهلك طاقة كبيرة جدا في الحرب دي، فتحس بعدها بإرهاق وتعب وصداع وخمول. وفي حاجة غريبة بتحصل وقت السخونية، إنك أوقات بتبقى سخن جدا بس في نفس الوقت حاسس بسقعة كبيرة، وده عشان إن جسمك بيحاول يرفع حرارته فيخليك تحس بالسقعة، عشان مثلا تجيب بطانية وتتغطى بيها أو أي حاجة حواليك تتغطى بيها فتحافظ على حرارة جسمك. يعني حتى وانت تعبان جسمك شغال وبيفكر وبيحاول يحميك. بس هنا خد بالك، مش كل سخونية هتبقى بسيطة. لو الحرارة عليت عليك جدا او فضلت على الوضع ده وقت طويل لازم تهتم بنفسك وتروح تكشف، عشان جسمك وقتها ممكن يكون محتاج مساعدة فعلا. بس الحاجة المدهشة فعلا ان كل ده بيحصل جواك تلقائيا. انت ممكن تبقى نايم وتعبان وفي نفس الوقت جواك جيش بيحارب عشانك، وده يوريك قد ايه فعلا جسم الانسان عظيم. حتى الحاجات اللي بنكرهها زي السخونية مثلا بيكون ليها سبب مهم. كل مرة جسمك بيسخن فيها افتكر ان جسمك غالبا بيحاول يحميك مش يضرك.